استاذ علي، انت جيت لي من السما والله العظيم. انا بس كنت عاوزه اقول لك، بس انا ما شفتش ابني بقالي اكتر من 3 سنين، وعايزه بس اوصل له رساله من خلالك. معلش ان انا دخلت عليك كده فجأة، معلش والله. انا بس بقالي اكتر من 3 سنين ما شفتش ابني، ونفسي اشوفه. ولما حصل مشاكل كده ولما شفته، يعني حتى كان يوم واحد في الاسبوع مستكترينه عليا، اللي هو انا اتنازلت عن كل حاجه بخصوص بس ان انا اشوف ابني. وحتى اليوم ده مش ما بعرفش اشوفه فيه، ويجيبوهولي 10 دقايق ربع ساعه وياخدوه يمشوا، وال10 دقايق الربع ساعه دولت ابني شايفني حد وحش جدا، وحد هيموته وحد هيخطفه. وده كل الكلام اللي بيقوله لي: انت هتخطفيني، انت وحشه، انا بكرهك، انت عايزه تموتيني، انت. بالنسبه له ان انا ست وحشه جدا. حد قال له كده يعني؟ ده بابا مفهمه كده ان انا ست وحشه جدا، وان بابايا احسن منك، بابايا هو اللي بيعمل لي، بابايا هو اللي بيجيب لي. طب مش هو المفروض يكون معاكي انت الولد، ولا هو المفروض يكون في؟ لا، هو المفروض يكون معايا، هو واخده مني غصب. انا رفعت قواضي وكده، وكنا بنروح نجيبه من البيت، فما كانوا يخبوه. عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 6 ونص، داخل سنه اولى. 6 ونص؟ وهو اصلا متاخد منك بقاله كام سنه كده؟ بقاله 3 سنين وشويه. ناسا حتى شكلي ايه. مفيش حد مثلا في عيلتك اتدخل، ولا حد مثلا يكلمه؟ انا ماليش اي حد، ماليش ظهر من الاخر. فده كل اللي انا فيه ده، ان انا ماليش ظهر. انا حتى اتنازلت عن كل حاجه، اللي هو النفقه وكل الحاجات اللي هي حقوقي اصلا، لما قالوا لي ان انت هتشوفي ابنك. نزلت عن كل حاجه وما فرقش معايا اي حاجه، بس ان انا اشوف ابني وبس، وما كانش فارق معايا اي حاجه. حتى يوم الجمعه اللي هم قالوا لي ان انا هشوفه فيه، مستكترين عليا في ان انا اشوف. يجيبوا لي 10 دقايق يقولوا هم واخدينه ويقوموا ماشيين، وال10 دقايق دول فيهم: انت وحشه، انت، انا بكرهك، انت هتموتيني. ده كل الكلام اللي هما بيحفظوه له. انا نفسي اعرف ليه كده. طيب خلاص، انا خلصتك من كل حاجه، انت كل عامل همها اللي هو القواضي وكده. انا خلصتك من كل حاجه، ليه بقى كده؟ ليه ما اشوفوش بقى طبيعي زي اي ام بتشوف ابنها؟ انا بس مش عايزه حاجه غير ان اشوفه واطمن عليه وبس. احوش الكراهيه دي. ليه الكراهيه دي؟ ليه اخليه يكره مامته؟ انا اتنازلت عن كل حاجه يا عمر علشانك، وما كانش فارق معايا اي حاجه. وقالوا لي بس هتشوفي كل جمعه، وانا مبسوطه ان انا اشوفك كل يوم في الاسبوع. حتى يوم الجمعه ده ما بتقعدش معايا 10 دقايق ولا ربع ساعه، وشايف ان انا وحشه. انا مش وحشه يا عمر، انا مش وحشه. وحاولت اجيبك بدل المره مليون، وكلمت ناس كتير عشان اجيبك. حاولت اجيبك بالقواضي، حاولت اجيبك بالناس بالود، ما عرفتش. وكل ده بسبب ان انا ماليش حد على فكره، ولا حد يقف جنبي، ولا لنا ظهر، ولا لنا اي حد. احنا واخواتي كده في الدنيا لوحدنا، ملناش اي حد. يعني انا والله العظيم بجد مش عارف اقول لك ايه. اقسم بالله بجد كتر خيرك والله بجد، وربنا رب يرجعه في حضنك قريب. وانا والله العظيم بجد، يعني انا بقول لباباه: بلاش تاذي الولد، يعني انت كده بتاذيه هو مش هي، وبلاش تاذيها في ظنها. حرام عليك، يعني حرام عليك بجد. هي اتنزلت وعملت كل حاجه عشان خاطر ابنها يكون معاها، فيعني خلاص، يعني خليها تشوفه. حتى هي كل طلبها ان هي تشوف ابنها، بلاش تجرى ابنها فيها، بلاش يعني تعمل كده. عشان ربنا، مش عشانها هي ولا عشان اي حد في الدنيا، عشان ربنا يحاسبك على ده. اتقي الله فيها وفي الواد. انا مع مامتك يا عمر دلوقتي اهو، انا مع مامتك، وبقول لك والله العظيم مامتك بتعيط، ومامتك منهاره بجد جدا عشانك. مامتك طيبه جدا، مامتك بتحبك قوي. انا كنت قاعد وهي جايه دخلت قاعدين المكان وعملت كل اللي بتعمله ده عشان خاطر بس لمجرد ان هي تقول لك ان هي بحبك. لو انت بتشوفها وهي حد يا جماعه يعرف عمر يقول له مامتك بتحبك. فاحنا بقى عايزين بقى ايه بقى كده، بما ان احنا كده كنت خلاص برسم انا حد اهو، بس يعني هو مشي فمش مشكله، فداك اي حد في الدنيا. المهم بقى ارسم لك انت بقى، انا عايز ارسم لك انت، انا عايز افرحك انت يا عمر. مامتك اهي، ده انا بجد شفتها انا شخصيا، انا عايز ارسمها. ست جميله محترمه جدا، شكلها بجد غلبانه وتحبك، فممكن بقى نفرحك ونرسم لك احنا بقى. ربنا يكرمك يا رب. بجد والله متشكرة جدا. انا بس كل اللي كان نفسي فيه ان انا اوصل رساله لعمر ان انا بحبه جدا والله، وان مامتك مش وحشه يا عمر، والله مامتك بتحبك جدا. ما تسمعش كلام اي حد، ما تسمعش كلام اي حد يكرهك في مامتك.
مامتك بتحبك جدا والله يا عمر، انا بحبك جدا ونفسي اشوفك احسن حد في الدنيا. ربنا يرجع لك اقعدي بقى كده، انا عايز اعمل لك رسمه، انا بجد عايز اعمل لك رسمه عشان تفرحي كده، ولما يرجع لك عمر باذن الله قولي له عمو علي عامل الرسمه دي، وباذن الله لما يرجع لك ان شاء الله اعمل لك رسمه ليك انتوا الاثنين. ماشي جاهز؟ انت اصلا كنت معديه كده، ما كنت رايحه مشوار. انا مش صدقت شفتك. ربنا مش يخليك. صدقت شفتك بجد والله، يعني حبيت ان انا اوصل رساله لابني من خلالك، بس مبسوطه جدا ان انا شفتك. انا حظي حلو جدا والله. قابلتك اقسم بالله العظيم. رجعت شوف الرسمه ان شاء الله. بتاعتك، ايه رايك في العسل دي؟ لا جميل. بجد والله اسلم ايدك. شبك ولا والله شكلي قوي. شبك بجد؟ ده انا والله. ده انا. فرحانك ليها جميله والله. جميله جدا، تسلم ايدك والله. مبسوط انا شفتك بتضحكي والله العظيم بجد إيدك مبسوط. والله جميله جدا، تسلم ايدك. جميله جدا، تسلم ايدك بجد انا بص شفتك بتضحكي كده ومبسوطه والله العظيم بجد، دي اقل حاجه ليكي والله بجد والله. مامتك بتحبك يا عمر جدا يا عمر، لو بتشوفني انا بقول لك مامتك بتحبك جدا، اديها فرصه واسمعها واقعد معاها. مفيش ام في الدنيا يا عمر بجد بتكره ابنها، اي ام في الدنيا روحها بجد في ابنها، بتموت فيه. وشايف هي بتعمل ايه عشانك؟ يعني لو ما بتحبكش يا عمر هتعمل كل ده عشانك؟ هتعدي وتخش في الكاميرا وتعمل كل ده تاخد بجد خاطر عشان ايه؟ عشان بتحبك، عشان امك. اسمع كلام يا عمر، ربنا يا رب يهديك، وفي الاخر لما تكبر امك هي اللي تدخلك الجنه تحت اقدام الامهات يا عمر. لما تكبر هتسمع الكلام ده وتفهم كويس انا بتكلم في ايه. ربنا يا رب يهديه وربنا يهدي والده ان شاء الله باذن الله، يا رب يشوف الفيديو ده كده ويحنن قلبه عليك باذن الله ان شاء الله، من غير قواضي وغير الكلام ده كله باذن الله، يفهم ان ده غلط وما ينفعش يحصل كده، وربنا يا رب يحنن قلبه عليك باذن الله يا رب ان شاء الله.